بركاته. ابطالنا النهارده معانا الجهاز التنفسي. بيتكلم عن الجهاز التنفسي ده يا مستر محمد. طبعا قلنا الانف، البلعوم، القصبه الهوائيه، بعد كده بنخش على الشعبتين الهوائيتين، بعد كده بيتفرع لحاجه اسمها الشعيبات الهوائيه اللي هي بتشبه اغصان يا حبايبي الشجره، وبتنتهي في الاخر بحاجه اسمها الحويصلات الهوائيه. كل ده داخل ايه يا جميل؟ داخل الرئه. طب عمليه التنفس دي بتتم بمساعده ايه؟ طبعا زي ما كلنا عارفين حاجه هنا اسمها الحجاب الايه؟ الحاجز. طب تعالى نشوف كده ازاي بيتم التنفس بالتفصيل، نركز مع بعض. طبعا احنا هنا بنبدا مع بعض او نيجي نشوف مع بعض تركيب الجهاز التنفسي. طبعا انا لما ابدا بالجهاز التنفسي ببدا بايه يا ابطال؟ مين يقول؟ بايه؟ انف ولا فم؟ ها الانف. برافو عليك. طب انا عايز اسال سؤال، ليه الانف يا مستر محمد؟ انتوا عارفين يا شطار ان الانف ده ربنا سبحانه وتعالى عاطط لي فيه 3 اجهزه؟ ايه ده؟ حاطط فيه ايه يا مستر محمد؟ مش هتصدقوا، لا قول بس. حاطط فيه ثلاجه، حاطط فيه سخان، ايه ده؟ حاطط فيه فلتر. كل ده جوه الانف دي. اقول لكم على حاجه، مين عايز يعرف؟ مين عايز يعرف الانف ايه؟ طب اسمع بقى. ايه هو السخان ده؟ دلوقتي لما يبقى الجو برد، يعني الجو بره رطب وساقع قوي، انت عارف الهواء الساقع ده لو دخل جوه القصبه الهوائيه والرئتين الانسان يصاب هنا بامراض. الانسان هنا يصاب بايه يا حبايبي؟ بالامراض. طب يا مستر محمد، ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا ايه بقى؟ حط لنا حاجه اسمها الشعيرات الدمويه دي. ليه؟ عشان تدفي الهواء. عشان يا دكتوره تدفي الهواء. عشان يا دكتوره تدفي الهواء. طيب لما يبقى الهواء سخن بقى بره، الهواء ايه؟ سخن. الهواء ايه؟ سخن. برضه الهواء الساخن ده لو دخل على الرئتين، عارف ايه اللي هيحصل؟ لا ما انتش عارف. عارف ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ برضه هيصيب الانسان بالامراض الصدريه. طب ربنا سبحانه وتعالى حط لنا ايه في الانف عشان ترطب الهواء؟ يجي واحد يقول لي ثلاجه. طب ايه الثلاجه ده؟ بص انا شايف ثلاجه. قال لكم اسمها ايه؟ اسمها المخاط. اسمها يا حبيبي المخاط. طب واحد يقول لي يا مستر المخاط دي احنا مش عارفينها. مين عارف المخاط يا شطار؟ ولا واحد رفع ايده؟ طب ايه رايك بقى ان كلكم عارفين المخاط؟ اقول لكم عليها بس اوعوا حد. كلنا عارفين حاجه اسمها البرابير يا ولاد. هي دي بقى المخاط. عرفتوا اهميتها ولا ما عرفتوش اهميتها؟ طب واحد تاني بقى بيقول لي يا مستر محمد، طب ايه بقى الفلتر؟ انا مش ناسي. الفلتر اللي هو ايه يا دكتوره؟ مش فيه شعر جوه الانف؟ لو انا دلوقتي بلعب وفي تراب، لما اجي اتوضى واستنشق كده، مش بتلاقي في كتل فيها تراب كده لازقه كده، صح؟ طب انت عارف التراب ده لو كان دخل على القصبه الهوائيه او دخل يا مستر على الرئتين برضه الانسان يصاب. انا بحبك قوي يا ربنا انك خلتنا نتنفس منين يا حبايبي؟ من الانف، عشان فيها 3 اجهزه. مين اللي عرفهم؟ طب الهواء بعد كده هيروح فين؟ الهواء بعد كده هيروح فين؟ يبدا في البلعوم. البلعوم ده تجويف مشترك بين الجهاز الهضمي والجهاز مين؟ التنفسي. يروح جاي بقى. عايزك تركز معايا كده بقى، تركز معايا كويس قوي. طبعا هنا ادي الانف، تمام؟ يبدا يدخل مين يا شطار؟ مين يقول؟ الهواء اللي هي اسمها عمليه ايه؟ عمليه الشهيق. يبقى الهواء هيدخل من الانف من خلال عمليه اسمها عمليه ايه؟ الشهيق، اللي بيبقى فيها غاز مين يا دكتور؟ بسرعه. الاكسجين. برافو عليك. وفي عمليه الشهيق ديت بينقبض فيها عضله الحجاب الحاجز. ده ركز معايا بقى. شوف هنا طبعا الاكسجين بيدخل معاه جراثيم طبعا هتطرد بره، عشان قلنا في هنا ايه؟ اللي هو الشعر. طيب بص بقى، وانا لما اجي اكل، مش الاكل ده ايه اللي هيخليه يروح؟ برافو عليك. ايه اللي هيخلي الاكل ده يروح للبلعوم؟ طب ازاي بقى مش هينزل في القصبه الهوائيه؟ طب اسمع بقى، ركز معايا، بص كده معايا. شايف لسان المسمار هيعمل ايه؟ بص. حد عارف ايه اللي حصل هنا؟ لا محدش عارف. ركز تاني. بص كده معايا اهو. ده الاكل. المفروض الاكل لو نزل هنا القصبه الهوائيه يحصل مصيبه. راح جاي لسان المسمار قافلها، راح الاكل هنا نازل لمين يا حبايبي؟ للمريء. مين اللي فاهمها؟ بس الهواء ينزل يروح فين يا حبايبي؟
الهواء يروح فين في القصبه دي؟ بعد كده بقى بيدخل على الشعبتين، بعد كده بيدخل جوه بقى الرئتين في حاجه اسمها الحويصلات يا حبايبي الهوائيه، وبيتم فيها هنا ايه؟